بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض فسيخ ولا اجمل منه ولا اجدع فسخاني في الدنيا كلها. بجد شايفين لونه وذوبانه، الفسيخه دايبه ولونها بامبا كده، ويعني سايحه كده خطيره بجد بجد، ومضمون ونضيف. تقدري بقى تاكليه مع بصل وليمون كده، الله على طعمه وجماله. هقولك في الفيديو ده على كل التركات اللي تطلع معاكي الفسيخ ناجح 100%، واحلى من بتاع بره بكتير قوي واوفر بكتير. يلا نشوف هنعمله ازاي بالظبط. اول حاجه عايزينها سمك بوري، والسمكه في حدود من 700 ل 800 جرام. انا جايباها كبيره شويه. الخياشيم لازم تبقى لونها حمرا كده عشان تبقى طازه، والسمكه نظيفه اهي، انا غسلاه كويس قوي وحطاه كده شويه. اجيب بقى مصفى وتحتيها طبق، وابدا اوقف السمك كده واحده واحده، اوقفه علشان ينزل السوائل بتاعته، لان مهم قوي ان السمك ينزل السوائل بتاعته وينشف وينتفخ. وهقولك على حاجات كتير قوي تخليه ناجح معاكي. وقفته كده من حوالي من 7 ل 8 ساعات في الصيف، وفي جو هوا، يعني قدامه مروحه او تكييف او ممكن في التلاجة. لازم السمكه تنشف. اجهز بقى الخلطه بتاعتي اللي هحشيها بيها: ملح ناعم او خشن او الاتنين على بعض، معلقه كبيره كركم ودي ماده حافظه ليه، ومعلقه كبيره شطه وحسب الرغبه، وانا بحب احط الاتنين، مش بيبان قوي الشطه بس بتديله طعم حلو قوي. بصوا الفسيخ ناشف ازاي، ونطر كمان الميه بتاعته تحت، وكمان القشر بتاعه بان، ده دليل على انه نشف جدا. الخطوه دي مهمه قوي، ان انا افتح الخياشيم. طبعا مش كده، مش نزل كل السوائل اللي فيه، لسه فيه سوائل. ابدا بالمناديل انشف جوه الخياشيم والبق، هينزل كل الدم اللي فيه وكل، لان الماده السائله دي هي اللي بتخلي الفسيخ يبوظ او يعفن او يدود، او يعني اي حاجه تبوظ الفسيخ. كده انا بخليهولك ناجح 100%. كده انا ضمنت ان هو الخياشيم بتاعته ناشفه كويس. حطيت له مناديل وسبته كمان شويه في قلب المناديل. لازم يكون الجسم ناشف قوي ومنتفخ شويه، وهو كمان الخياشيم ما فيهاش اي نوع من انواع السوائل. تمام كده. الخطوه دي مهمه جدا، دي مهمه. وفي تغليفه برضو هقولك ايه المهم فيه. تاني حاجه بقى ان انا هبدا ادلك الفسيخ واحده واحده كده اهو، زي ما انتم شايفين، عشان لما اجي افتحه السلسله تطلع بسهوله جدا. ابدا احشي بقى الخياشيم وكمان البق. بحشي البق ليه؟ علشان خاطر البطن تطلع نظيفه. وادعكه كده بشويه ملح والخلطه بتاعتي، واحطه في كيسين عكس بعض، واحط فيه شويه خلطه. لازم اخرج منه الهواء كويس قوي. خلاص، كيسين عكس بعض، واجيب الورق الاسترتش. ودي الطريقه اللي نجحت معايا كويس جدا. بعمل كل سمكيه لوحدها، الفه كتير جدا والفه كويس قوي، وابدا اغطي الراس واغطي الديل واغطي الجسم كله، والفه لحد ما السمكيه تتخشب معايا في اللف، يعني تبقى ماسكه نفسها جامد. خلاص كده جربت اهو معاكم اول سمكيه، لحد بقى ما اخلص بقيه الكميه واوريها لك. الخطوه دي مهمه جدا. تمام اهو. في الصيف بعد ما عملته ابصوا رجع ناشف ازاي من اللف. خلاص اجيب بقى كيس واحط واحده عكس واحده، واقفل الاكياس كويس قوي، بحيث ان انا مش عايزه له هوا خالص. الخطوه دي مهمه جدا، ولازم يتسوى كل 3 ايام. طبعا بحاول ان انا اقلب الفسيخه، يعني احط الشنطه فوق تحت. انا غيرت له الشنطه عشان ما قفلتش في العلبه، فاضطريت ان انا اغير الشنطه. وياخد مني في الصيف 10 ايام سوا، بس كل 3 ايام بقلب عليه وبسويه في مكان ضلمه مظلم خالص. في الصيف اخد 10 ايام، في الشتاء بياخد اسبوعين. افتح بقى قدامك اهو، شوفي بقى الفسيخ. هطلع واحده واحده قدامك، بصي، وافتح عليه. بجد انتي مش متخيله النتيجه، انضف واحلى واوفر واحلى من فسيخ اي حد تعرفوه. وكفايه انه انضف ومضمون في البيت وحلو قوي. وعلى فكره اوفر من بره بكتير، هو بره غالي قوي، انتي هتعمليه. البوري طبعا غالي بس مش زي ما بتجيبيه من بره. بصي بقى لما فتحته، الله على لون لحمه، بجد دايب. وفتحته قدامكم اهو، وبصوا السلسله سهل تطلع ازاي عشان انا دلكته حلو قوي. بس قدمته بقى، تقدري بقى تخليه بسهوله قوي مع بصلايه بقى كده وليمون، وبألف هنا وشفا. بجد طعمه حلو قوي. تقدري تقدميه كده، وتقدري تخلي كل الكميه زي ما انا ما بعمل. انا بصراحه بعمل كميه وبخليها في قلب علبه، بحيث ان انا لما ابقى عايزه يبقى جاهز على الاكل على طول. واحط في العلبه زيت زي ما انتوا شايفين كده، وشويه شطه. واي وقت عايزه بتحطي من العلبه فسيخ مخلي، روعه، في منتهى الجمال، وسهل ونظيف،
ومضمون، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.